السلام عليكم متتبعي قناة مطبخ سارة. كنتمنى انكم تكونوا كدوزوا هاد الايام المباركه بخير وسلام وبالصحه ان شاء الله والهناء. كما كتشوفوا اول فيديو عندي ميني بسيطيلات كيجيو رائعين وراقيين في الحطه ديال تحميرات الوجه ساهلين يوجدوا. يلا نشوفوا الوصفه شنو غنحتاج المكونات. واول حاجه كنحتاجوا ليها في هاد الوصفه هذه هي الدجاج. انا هنا عندي جوج ديال الدجاجات غادي ندير عليهم هنا العطريه اللي غنقول لكم. عندنا عطريه الحوت الحمراء، خرقوم بلدي، سكنجبير، البزار وشويه ديال الملحه. عندنا هنا المطارد، عندنا الثومه درت 4 ديال الضروس ديال الثومه ومعلقه كبيره ديال المطارد عامره. غادي نزيد هنايا 4 كاس ديال الصوجه. غادي نخلط مزيان هذاك الدجاج مع هذوك المكونات حتى يدابجوا لينا كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. خليتهم يرتاحوا مده ديال ساعه البقاله. غادي تضيف عليهم معلقه كبيره ديال الزبده وغادي نضيفوا من بعد شويه ديال الزيت المائده. هنا غادي ندير كاس ديال الماء. بالنسبه للماء راه هذاك الماء اللي درت هو اللي طاب ليا فيه الدجاج، وكذلك الدجاج راه كيطلق الماء ديالو، يعني مغاديش نديرو بزاف ديال الماء. هاد الدجاج هذا كيجي بواحد الطريقه هائله وكيجي رائع جدا، وخصوصا العطريه ديال الحوت الحمراء تيجي هائل. نخلي الدجاج ديالنا حتى يطيب، اللي كياخذ المده ديال تقريبا واحد الساعه البقاله، وهي بالساعه ما كيفوتهاش 45 حتى لساعه البقاله على حسب الدجاج اللي عندكم. الا كان عندي دجاج كبير انايا باش ما كان الدجاج كبير باش ما كياخذ الوقت كثير في الطياب. هنا كنضيف شويه ديال الزيت المائده على درت في الاول الزيت، درت في الاول الزبده عفوا، ودابا درت زيت المائده. او انكم ديروا الزيت الزيتون الا اكتفيت بزيت المائده صافي. خليت الدجاج ديالي كما كتشوفوا طاب هنايا. هذيك المريقه اللي كيطلق غادي نحيدوها ونستعملوها. الدجاج كيجي هكا بهذا الشكل هذا كيجي محمر. غنفردوه وغادي نديرو مع العناصر الاخرى اللي غادي في البسطيره. كناخذوا مقله كبيره او مقله اللي عندنا كندير فيها شويه ديال الزيت المائده ماشي بزاف. غنضيف عليها انا ليشو، خديت واحد الطرف ديال ليشو ضربته في الهاشوار حتى كيوليو بهذه الطريقه هذه. غادي نزيد عليه بصله خضاريه او البوارو اللي عندكم. هلا درت بصله خضاريه كانت عليه ديجا في الكونجيلاتور صافي. غادي نضيف على الشامبينيون. الا كان عندكم الشامبينيون طري احسن، على هلا استعملت غير الشامبينيون معلب. صافي غادي نخلطوا هاد المكونات ديالنا كاملين. ما غادي نديروا ليهم لا عطريه لا والو. هذيك الورق اللي طلق لينا الدجاج، هذيك العطريه اللي كنت درت مارينيت بها الدجاج وشربته بها وشط ليا فاش طاب الدجاج، غادي نضيفها على هاد المكونات ونخلط كل شيء ونتسلاو على المكونات ديالنا حتى كيبردوا. وعاد ناخذوا الشعريه الصينيه. انا استعملت الشعريه الصينيه ديال الارز، نكب عليها الماء طايب. بالنسبه للقضيه ديال البدات كنت كنديرها، غير هي كتاخذ وقت طويل باش توجد، حيت الشعريه الصينيه اصلا بالنسبه للبسيطه ديجا كيطيبوا في الفران يعني كطيب لك. هنايا غادي ناخذوا الشعريه كبوا عليها الماء طايب ونخليوها. انا خديت على حسب عندي جوج ديال الدجاجات وداك المكونات الاخرين، خديت جوج باكيات ديال الشعريه الصينيه. وكيديروا تكتفيو بحسب القدر اللي عندكم. بحال دابا اللي كتصاوبوا شي حاجه قليله خذوا غير نص ديالها. الدجاج من بعد ما فرتتلاه وقطع على الشعريه الصينيه كنزيدوا عليه هذاك الدجاج وزدت عليه حتى داك المكونات الاخرى ديال ليشو والاخر والبصله خضاريه. لا البيشاميل الطريقه ديالها سهله، زدتها ودرت معاها شويه ديال الفرماج درتو في البيشاميل صافي. وغادي نخلط كل شيء المكونات ديالي كتعطيو البيشاميل كتعطيو واحد التعليقه. وغادي نزيدو واحد شويه ديال القزبر ومن بعد اللوز كيبقى اختياري، بغيتو تزيدو بغيتوش تزيدو. انا ما درتش مازال الفرماج حيت درتو في البيشاميل، درت غير الفرماج المربع اللي حسيت فيها واحد الفرماجات اصلا كتجي معلكه يعني بلا باقا نزيدو حنا في الفرماج. هنا بالنسبه للميلي بستيلا راه قديت شحال من وحده هنايا كما كتشوفوا. بالنسبه للميلي بستيله هذاك الزواق اللي درت راه ساهل ممكن اي واحد يديرو. كنقسم انايا الورقه على 4. كناخذ هنا كندير عطريه الحوت عفوا العطريه شويه الهريسه ولاد هذيك التحميره في بي او تحميره مدخنه. كندهن بها الورقه ديالي. كناخذ طاسه او داك السيركل. انا عندي ديك السيركل اللي كيستعمل طاسه حيتاش كتعاون اكثر من السيركل كيكون خاوي من الوسط. الوغ كنديروا هنا الكميه ديال الحشوه ديالنا اللي بغينا. وبالنسبه للسدان ديال البسطيله كنسدو بالطحين والماء. كاين اللي كيسد بالبيض، انا كنكتفي بالطحين والماء فقط. هلا شوفوا الطريقه. حاولت انني ما نزربش الفيديو في هذه اللحظه هذه باش تشوفوا الطريقه كيفاش كنسدو. خديت شويه ديال الطحين والماء سديت به دوك المرقه
وكنجمع بحال هكا بحال كنلمط هكا كنلمطو البسطيله ديالنا. حتى بالنسبه للبسطيله الكبيره ماشي بالنسبه لهاد الحشوه هادي غتخدموا بها حتى بسطيله كبيره، حيت كنت خدمت بها بسطيله كبيره هي كنزيدوا عليها الشوبين والوا كنزيدوا الفرماج. كتجي رائعه، كتجي هائله جدا. صافي هنا غادي نحط البسطيله ديالي في ورقه واحده اخرى باش يجي لي داك الشكل مقاد. صافي فوالا، وكان بحال كنقرصها بحال كنقرص شي خبيزه. اي فوالا، وسدها دابا بالطحين البراصه الاخرى. وبسطرة ديالنا راه كيجيو صراحه شي حاجه زوينه، شي حاجه جديده، شي حاجه اللي بليله. وممكن انكم تحتفظوا بهم بالكونجيلاتور. بالنسبه ليا انايا احتفظت بهم بالكونجيلاتور، وقت ما كنحتاج الكميه اللي بغيت كنديرها. كناخذ داك الصاك ديال الكونجيلاتور اللي كيتسد وكنديروهم. بالنسبه للكونجيلاتور ما غاديش ندير وحده على وحده، حيت الا درنا وحده على وحده غيلصقوا لينا، صعيب انهم يتحيدوا لينا. كنديروا وحده وكنخليو اسباس، نديرو وحده ونخليو اسباس، وهي غادا. صافي هنايا ديموليت البسطيله ديالي، ها هو الشكل ديالها هو هذا. كتجي زوينه في البليدر. انايا ما خليتوش، ما اكتفيتش بهم هكا، زوقت